لنتفق، الأمل كان هو نهائي عربي خالص بين المنتخبين السوداني والمغربي. هذا الأمل لم يتحقق مع الأسف. في هذه الحلقة سنمضي بالتوازي بين السودان والمغرب، على اعتبار أن نتيجة إيجابية جدا للمنتخب السوداني، إيجابية جدا كذلك للمنتخب المغربي. سنبدأ بالمنتخب الذي تأهل إلى المباراة النهائية، منتخب المغرب. إعداد المنتخب كان صعبا جدا كابتن حسن، حتى قيل هذا منتخب 48 ساعة. كان القرار الأول منتخب تحت 20 عاما، منتخب أولمبي تحت 23 عاما، ولكن يبدو أنه صارت اتصالات بين الاتحاد المغربي وبين الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ألا وهي المشاركة المغربية مهمة جدا لنا، قال باتريس موتسيبي لفوزي الأقجع. بالتالي أخذ القرار بأن يكون طارق سكتيوي الذي حصل على برونزية الأولمبياد هو ربان السفينة، وتتم المشاركة بأبرز لاعبي الدوري المحلي. بالفعل أخي يوسف، مرة ثانية نبارك للمنتخب الوطني التأهل مستحق في ظل مباراة قوية كانت يعني ضد خصم قوي هو منتخب السنغال، وأيضا نكرر يعني الهارد لك للمنتخب السوداني. كنا نتمنى نهائي مغربي سوداني. بالنسبة للظروف إعداد المنتخب مثل ما تفضلت أخي يوسف، يعني أعتقد أن قرار الاتحاد المغربي بالجامعة الملكية المغربية بمشاركة باللاعبين المحليين كان قرار صائب. ذلك أن مجموعة من اللاعبين اللي موجودين حاليا في المنتخب أبانوا عن كفاءات، أبانوا عن يعني مكانتهم. يمكن نذكر من بيناتهم الحارس، مثلا الحارس الحرار الذي أكد بما لا يدع مجال للشك في هذه البطولة أنه حارس جيد، أنه حارس يستحق فرصته في المنتخب الأول، وكذلك بعض اللاعبين. نعم، يعني ظروف الإعداد أو ظروف المشاركة كانت يعني فيها نوع من خلينا نقول من الارتجال ونوع من التردد، حيث أن النتيجة النهائية إيجابية، لكن النتيجة هذا اللي خلينا نقول أن يعني مشاركة المنتخب أو اختيار اللاعبين المحليين من نجوم البطولة أو الدوري المحلي كان قرارا صائبا، والدليل أن المنتخب يتقدم، وكذلك اختيار المدرب، حتى اختيار المدرب طارق السكتيوي كان قرار صائب. المدرب يجيد الانضباط التكتيكي مع اللاعبين، يعني يوظف اللاعبين بشكل جيد، والدليل أنه اليوم هو في النهائي للمرة الثالثة. كابتن أيمن، كل السودان في هذه الأمسية هناك حسرة كبيرة على هذا المنتخب وهذه الخسارة، وبالطريقة التي تمت بها الخسارة أمام منتخب كان يلعب ب10 لاعبين مدغشقر منذ الدقيقة 79. بتقديرك أنت، لماذا السودان لم يبلغ نهائي بطولة المحليين، وكان سيكون نتيجة طبيعية لكل ما قدمه هذا المنتخب؟ حقيقة فعلا كانت هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا، بالنسبة للسودان. يعني عكس مجريات البطولة، الفريق قدم أداء جيد، قدم أداء تصدر مجموعته بالضبط فوق التوقعات بكثير. أتوقعنا منتخب قريبة لقصة منتخب المغرب، أنه المنتخب وصل قبل 3. المنتخب المغرب أن المغرب هناك دوري منتظم، اللاعبون يلعبون داخل المغرب على عكس المنتخب السوداني، هناك دوري يلعبون في بلدان أخرى. ولكن هذا الأمر المنتخب المغربي، هذا التأليف بين معظم لاعبي الرجاء، لاعبي الجيش الملكي، لاعبي نهضة بركان، ومدرب بكاريزما خاصة. ولكن ما لوحظ على هذا المنتخب أنه ليست هناك أماكن ثابتة ومحفوظة للاعبين. يعني عراسي جمع بطاقات، مشخشخ أخذ مكانه، ومباراة اليوم أصبح هو الأساسي. يعني أي لاعب يخرج من القوام الأساسي هناك بديل له. يعني من نقاط القوة الأساسية هي أنه كل مركز له بديل، وبديل نشط ويمكن أن يهدد اللاعب الأساسي. ليس هناك لاعب أساسي في هذا المنتخب، هذا جديد فرضه طارق السكتيوي في هذا المنتخب. صحيح يوسف، لما ننظر للمنتخب الوطني من هذه الناحية، أعتقد هذه نقطة قوة جيدة بالنسبة للمنتخب، حيث أن ليس هناك تشكيل قار أو لاعب أساسي يعني ضامن رسميته في التشكيلة بشكل دائم، بحيث أن في كل مركز المدرب عنده خيارات لتعويض اللاعب ويعول على اللاعب الجاهز من خلال متابعته للتدريبات، من خلال المنتخب حقق الأهم ومر للمباراة النهائية. يمكن المباراة النهائية ستناقش بطريقة ثانية وهذا أكيد، وأيضا أمام خصم يمكن أعتبره في المتناول مقارنة لو مر المنتخب السوداني أو أيضا المنتخب السنغالي الذي أعتبرها اليوم هذه مباراة كانت مباراة نهائي قبل الأوان. كابتن أيمن، مباراة نصف النهائي ذكرت بأنه أصبح مثل الهاجس. صدفت السودان البطولة عام 2011 ووصلت إلى دور نصف النهائي،
احتلت المركز الثالث في كأس افريقيا المحليين في المغرب 2018 نفس الشيء. الآن وصل المنتخب إلى الدور نصف النهائي. في هذه المباراة ضد مدغشقر، قراءتك الفنية، هل المدرب كانت عنده أولا الوسائل من اللاعبين لكي يؤدي مباراة يصل بها للمباراة النهائي لأول مرة في تاريخه، أم أنه كانت هناك غيابات؟ أعتقد 3 إلى 4 لاعبين مؤثرين في الفريق لم يكونوا جاهزين، وهذا ما أدى المدرب في نهاية الأمر ألا يحصل على أي لاعب بديل في دكة البدلاء مع اقتراب نهاية المباراة. لا، هو حقيقة المدرب بوكاسي أبي يتعامل مع الأوراق الموجودة عنده. يعني واحد من أفضل اللاعبين، ربما أفضل لاعب سوداني في البطولة، صلاح عادل أصيب قبل المباراة، أصيب مباراة الجزائر وغادر. أشرك محمد الرشيد البديل وجهزه بشكل ممتاز، كان أفضل لاعبي السودان حتى خروجه هو نفسه مصاب. في النهاية اضطر الدفع بمحمد إيرينج المدافع لأنه لا يوجد لاعب ارتكاز في المنتخب. شارك في هذه الخانة، والهدف يعني أتى كان جزء كبير منه في منطقة الارتكاز، كان في غياب، فكان في غيابات مهمة. أيضا لاعبين مهمين جدا، محمد عبد الرحمن السودان الأمانة عندما أتى للمنتخب، المنتخب كان بعيد لا ينافس، وصلنا إلى الشان إلى الكان، ننافس على مقعد في كأس العالم، يعني في ظروف صعبة جدا. فهو منتخب يتصدر المجموعة. أيوة، حاليا تراجعنا المركز الثاني بفارق نقطة. السنغال والكونغو أيضا الديمقراطية، فرق قوية جدا. فهو المدرب يشكر جدا ومدرب محبوب جدا، واللعيبة نفسهم يدينوا له بالولاء بشكل كبير جدا. كواسي أبيا قدم الكثير من الحلول. البطولة دي أصعب البطولات بالنسبة لنا لقلة اللعيبة الموجودين. صح. فقط لعيبة من هلال المريخ غير أساسيين، لعيبة الشباب يشاركوا لأول مرة. فهو استنزف حقيقة، حاول بكل اللاعبين، حتى يعني جزء كبير لم يكن يتوقع أن المنتخب يتجاوز المجموعة. تمام. كان معنا السنغال ونيجيريا والكونغو، مجموعة صعبة. لقينا الجزائر فريق قوي. سنأتي للمسار لأنه مهم جدا وسنستفيد منه كثير من الدروس منتخب السودان في هذه البطولة. كابتن حسن، منتخب المغرب على غرار ما ذكرنا، هذا المنتخب قدم لنا لاعبين صحيح، يعني حتى ضغط على المنتخب الأول. صحيح. هناك من يقول مثلا محمد ربيع حريمات الكابتن بأنه يستحق أن يكون في المنتخب المغربي الأول. صحيح. هناك من يقول بأن العماري كذلك هو يلعب في المنتخب الأول بل يثبت مكانه، بولاكسوت، لاعبين آخرين. صحيح. هناك حتى من يقول بأن المدرب قد ينافس المدرب في منصبه في المنتخب الأول. يعني صنع مشكلة هذا المنتخب المحلي للمنتخب الأول. يمكن يوسف هذه من بين الأشياء الإيجابية في هذه البطولة، اللي كان للبطولة الشان يعني البطولات المحليين لها دور أو لها قيمة، فهي هذه القيمة أن إعطاء أو إنصاف اللاعب المحلي، فسح المجال. اللاعب المحلي مظلوم. اللاعب المحلي اليوم هذه إفريقيا، ما نراه اليوم هذه إفريقيا الحقيقية، هذه الدوريات المحلية، هذه اللاعب المحليين. ما يأتي للأفكون للكان، هؤلاء لاعيبه يعني تكونوا في اوروبا، ولاعبين جايين جاهزين او يلعبون في انديه كبرى يعني. فهذا ميك اب ما نراه هو يعني ما نقول تنميق للصوره الكره الافريقيه. الكره الافريقيه الحقيقيه هي هذه اللي قاعدين نشوفها اليوم، اللي هي من يشارك فيها اللاعب المحلي الذي ينشط داخل الفضاء الافريقي، يلعب في الشامبيونز ليج الافريقي، يلعب في مسابقات الاتحاد الافريقي. يعني هذا المنتوج الحقيقي. فبالتالي هذه فرصه كبيره للاعب المحلي يعني رد الاعتبار للنفسي اولا، ثم ايضا اقناع الناخب الوطني الاول للفرق الاولى للمنتخب الاول، حتى يعني تتوقع ان تتواجد اسماء من المنتخب هذا في المنتخب الاول؟ مما لا شك فيه ان هناك لاعبين كثار من المنتخب المغربي اليوم يعني سيحرجون وليد الركراكي في اختيار التشكيل ان لم يكن في المباراه القادمه، فهو خصوصا الحديث عن الحارس الأحرار. نعم. وكان اليوم مؤثر جدا في مباراة ضد منتخب السنغال، تدخلين بارعين جدا. صحيح ركلات الترجيح لم يصد أي ركلة، وأيضا كما ذكرت ربيع حريمات لاعب فريق الجيش الملكي، وهناك خصاص حقيقي في وسط ملعب المنتخب المغربي الأول. يعني هذين اللاعبين على الأقل عندهم مكان في المنتخب. صحيح. أنا أعتقد أن الحارس المهدي الأحرار كان من اكتشافات هذه البطولة. صحيح. أعتقد أن الرجاء البيضاوي يعني كان يعني مثل ما نقول يعني توفق في اختيار هذا الحارس، وسيكون له شأن كبير كما توقع له الكثير في هذه البطولة. 16 تسديدة وأحرز منها المنتخب 6 أهداف.
هل هناك أي معنى لهذه الإحصائية؟ لأنه في الواقع عندما ترى هذا الكم الهائل من التسديدات، لو سجل المنتخب السوداني لنقل 40% من التسديدات كان الآن في المباراة النهائية. نعم، هو فعلا يوسف التهديفية كان مشكلة حقيقية للمنتخب السوداني، فرص عديدة، حتى مباراة مدغشقر الأخيرة كانت فرص كثيرة جدا بعد طرد لاعب مدغشقر كان ممكن يسجل منها المنتخب، فرصة طبنجة، فرصة والدين، فرصة قبلها تية قبل خروج، فرص عديدة كان ممكن المنتخب يسجل ويحسم المباراة. وهي علة حقيقية حاليا في الكرة السودانية، اعتماد الكامل على محمد عبد الرحمن كابتن المنتخب الغائب للإصابة. البطولة أفرزت لنا لعيبة شباب مهاجمين، محمد أسد، تية، وعلي كبة، لعيبة شباب واعدين عندهم مستقبل إن شاء الله. بس هي حاليا نقطة بالنسبة لنا، يعني هي لو أخذت مباراة نيجيريا هي كانت مباراة المختلفة، 4 أهداف، عبد الرؤوف لاعب الوسط سجل هدفين وهدف عكسي، غيرها المنتخب سجل هدف واحد في كل مباراة، وهي حقيقة طيب مشكلة هناك أساسية. ملاحظة أخرى لك أن تصحح لي، المنتخب يعاني من التحولات، حالة التحولات أبطأ من الذي لنقل يهز ثبات المنتخب المنافس. مع مدغشقر أكثر من مرة المنتخب الملغاشي يلعب بطريقة أنه يأخذ الكرة بشكل سريع عند اللاعبين أمام خط دفاع المنتخب السوداني. دفاع المنتخب السوداني لعب بطريقة مميزة، هذا هو الواقع، ولكن الانتقال السريع من الخط الدفاعي إلى خط تهديد المرمى المنتخب المنافس يتم ببطء. التحضير كان أبطأ مما كان يمكن أن يهدد منتخب مدغشقر. نعم، هو عموما المنتخب لعب على التحولات، لكن اليوم كان واضح الإرهاق حقيقة، كان واضح على المنتخب بشكل كبير جدا، الرتم كان أبطأ بكثير جدا، اللعيبة واضح أن المشاركات المستمرة للاعبين شباب أثرت عليهم بشكل كبير جدا، حتى يعني عبد الرؤوف، حتى والدين، اللعيبة اللي هم الخبرة الكباتن، كان واضح الإرهاق ولا يوجد بديل، يعني المدرب لم يستطع إخراجهم. حتى محمد الرشيد أدى بشكل جيد، خرج للإصابة، دخل إيرين كمدافع في خط الوسط، فكان في مشكلة بعد إرهاق، مشكلة في العناصر لغيابات الإصابات. لكن نبقى نشيد بمجموعة، اكتشفنا مجموعة من اللاعبين الشباب القادرين، يعني تخيل تشكيلة دي. قدم لنا الأسماء أيمن يماني التي أنت أعجبت بها وأنت تتوقع أن تكون هي عماد منتخب السودان في المستقبل القريب. هو مثلا عندنا ياسر عوض ظهير أيمن، ياسر جوباك أدى بشكل ممتاز، ظهير وجناح لاعب ممتاز، وحتى يتمنى له أنه في سن صغير جدا أنه يحترف في أوروبا، يعني لاعب عنده إمكانية قوية جدا، هو أصلا لاعب وسط، أصلا لاعب ارتكاز، فتم توليفه في الهلال كظهير أيمن، أدى بشكل جيد وحاليا مع المنتخب، وأتوقع سينتقل إلى المنتخب. إخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. مبروك للمنتخب الوطني المرور إلى نهائي كأس إفريقيا للمحليين على حساب منتخب السنغال، من بعد مباراة اللي كانت صعبة وشاقة ومباراة ماراثونية اللي قدرت توصل حتى الأشواط الإضافية، كان الحسم إلا عن طريق ضربات الترجيح لصالح المنتخب المغربي. صراحة الإخوان ديالي تنهنيو المنتخب الوطني، تنهنيو الجمهور المغربي على هذا التأهل، تنتمناو أن المنتخب المغربي في النهائي يكون عند الموعد ويكون لعب احسن من هذه المقابله هذه، لان صراحه شفنا هذه المقابله كيفاش ادى المنتخب المغربي، بقينا على الاعصاب ديالنا. في اي لحظه كان ممكن المنتخب المغربي يتلقى شي هدف ثاني لا قدر الله، وكان ممكن يخرج من المنافسه، لكن الحمد لله ان المنتخب المغربي قدر انه يوصل لبر الامان. مع ذلك كان المنتخب المغربي حتى هو كانوا عنده فرص في الشوط الثاني اللي كان ممكن يحسم بهم المقابله، وشفنا تراجع ديال الاداء ديال المنتخب السنغالي في الاشواط الاضافيه اللي شفنا المنسوب البدني ديالهم بدا يرجع، والمنتخب المغربي ما استغلش هذه النقطه وجاو فرص اللي يقتل بها المقابله، لكن ما قدرش. الحمد لله ان ضربات الترجيح نصفات المنتخب المغربي وعطاتنا الفوز، وهكذا نهائي كأس افريقيا ان شاء الله، اللي باش ناكدوا الصداره الافريقيه ان شاء الله بالثالثه. عندنا دابا جوج ديال الكؤوس افريقيه مع حسين عموته ومع جمال السلامي، نتمنوا ان الثالثه تكون من نصيب المنتخب المغربي وتكون الرياضه الافريقيه من نصيب المغرب. في الملاقات ديال المنتخب مدغشقر اللي قبل قليل
قبل المقابله عفوا ديال المنتخب المغربي كان ملاقي مع المنتخب السوداني اللي كنا تنتمناو ليه انه يفوز في المقابله ويدوز النهائي. وقبل التحليل ديال الامس اللي قلنا اننا تنتوقع ان منتخب السودان يفوز في المقابله والمنتخب المغربي يفوز ويتلاقاو في النهائي باش يكون نهائي عربي خالص، لكن مع الاسف ان المنتخب ديال السودان في اخر دقائق الاشواط الاضافيه تلقى هدف اللي كان هدف قاتل وما قدرش انه يفوز في المقابله، وهكذا ضيع من بين يديه واحد الفوز اللي كان ثمين، خصوصا انه هو اللي كان مسيطر في المقابله وهو اللي جاو الفرص اللي كان يختم بهم المقابله، لكن مع الاسف انه ضيع المقابله من بين يديه هكذا كما تنقولوا. وغادي يلعب مقابله ديال الترتيب ان شاء الله يوم الجمعه مع منتخب السنغال، فيما مقابله ديال المنتخب المغربي مع منتخب مدغشقر ان شاء الله يوم السبت، في مقابله اللي غادي تكون في التاريخ. منتخب مدغشقر اللي اول مره غادي يكون نهائي يلعب نهائي لا في المحليين ولا في الكبار، يعني ما عمره لعب نهائي كاس افريقيا، وغادي يكون باغي يحقق اول انتصار ليه في كاس افريقيا ولا اول لقب ليه في كاس افريقيا، لكن تصادم مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي تنعرفوا اللي ولا شبح افريقيا، واي منتخب تيلعب مع المنتخب المغربي تيعد ليه العده وتيوجد عليه وتيكون داخل وهو واقف في الدفاع ومحصن الدفاع ديالو. ما تنعرفوش المقابله الجايه كيفاش تلعب، لكن هادو هما السيناريوهات اللي تنظن غادي يكونوا ان منتخب مدغشقر غادي يركن للدفاع وغادي يحاول يلعب على الهجمات المرتده او لا يخطف بعض الكرات اللي يقدر يسجل بهم ويقدر المنتخب المغربي. اخوان ديالي المقابله اللي غادي تكون نهار السبت ان شاء الله غادي تكون مقابله حاسمه باش نديو كاس افريقيا، باش نديروا الفال المنتخب الاول في كاس افريقيا المغرب ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. اخوان ديالي الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من جيم، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى الملتقى باذن الله.